تنصحني اشتري شاومي 14 تي برو ولا لا؟ هجاوبك في الفيديو ده وهقول لك انصحك تشتريه ولا لا، ويكمل الفيديو للاخر عشان ممكن يبقى طويل شويه. جهاز الشاومي 14 تي برو من الاجهزه الممتازه حرفيا بشكل عام، في الديزاين وفي الهيكل بتاعه وفي التصميم وفي المعالج وفي كل حاجه انت ممكن تتخيلها. من الاجهزه اللي بيتعمل لها مقارنه بينها وبين الاكس 6 برو والاكس 7 برو، وبتلعب كام فريم بابجي، والكاميرات بتاعتها عامله ازاي، وبيستخدم الذكاء الاصطناعي ولا لا. عاوز اقول لك ان الجهاز ده بينزل منه نسخة 256، نسخة 512، نسخة 1 تيرا، من الأجهزة العملاقة، رام 12 ورام 16. من الأجهزة تقدر تقول فوق المتوسطة بشوية، مش فلاج شيب بس فوق المتوسطة بشوية، لأن الجهاز تقريبا من 56 عامل بما يعادل 25,000 لحد ال 27,000، وال 512 داخل في ال 35 أو 37,000 جنيه. الجهاز بينزل بطارية 5000 ملي أمبير، بينزل بمعالج ميديا تك 9300 بلس، معالج ثمان النواة. انا من وجهة نظري ما بحبش الميديا تك، بشوفه اللي هو مش المعالج الجبار، في اعلى منه. المعالج ده تقدر تقول كمعالج فئة متوسطة، وممكن يكون تحت المتوسطة، بس هو بيخش دلوقتي في صناعة أجهزة كتير جدا، من ضمنهم الشاومي والإنفينكس وفي سامسونج وفي كذا نوع كده. بس طبعا مش المعالج اللي انت تقدر تعتمد عليه في كل حاجة، بس هو في الجهاز ده هو الجهاز ممتاز بكل المقاييس. في الديزاين بتاعه، الكاميرات بتاعته ممتازة، 50 ميجا بكسل، والزوم بتاعها رهيب حرفيا. في التصوير بيتعمل له مقارنة بينه وبين موديلات كتير جدا. البيكسل بتاعه ممتاز، دقة الصورة ووضوح الصورة. الشاشة بتيجي سوبر اموليد 6.67، ده حجم الشاشة. الكاميرا الأمامية بتاعته 12 ميجا بكسل. الكاميرات بتاعته بتستخدم الذكاء الاصطناعي، يعني لو انت صورت مثلا حاجة تقدر تشيل الشخص اللي انت مش عاوزه يكون موجود في الصورة، تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجة في الجهاز. الاي اي يعني ممتاز فيه بصراحة. الألعاب تستخدم 120 فريم في بابجي، وفي السرعة بتاعته الجهاز في السرعة بتاعته رهيب جدا. الجهاز بكل المقاييس انا انصحك اللي انت تجيبه عادي، مفيش فيه اي مشاكل. هي بس المشكله الوحيده اللي من وجهه نظري اللي هو المعالج، لو كان اعلى من ميديا تك كان هيبقى جامد، بس هو كجهاز لا، جهاز كويس تقدر تشتريه وانت مطمن، هيديك اداء رهيب، وهيديك اداء ممتاز في كل حاجه، في التصوير، في الالعاب، في البطارية. الشحن بتاعه بيستقبل لحد 120 واط. طبعا الشاحن في الدول العربية بيجي معاه الادابتور جوه العلبة، في الدول بره العربية، الدول الأوروبية، مش بيجي معاه الادابتور، انما انت بيجي معاك الادابتور، بيجي معاك الوصلة، بيجي معاك الكتالوجات بتاعته، بيجي معاك جراب سيليكون الاوريجينال بتاعه بيبقى مبطن من جوه. الجهاز الهيكل بتاعه من المعدن، الظهر بتاعه لميع كده، الخامة بتاعته بلاستيك كده لميع حلو. بشكل عام يعني الجهاز تقدر تشتريه وانت مطمن. في رينج السعر ده هو من الأجهزة اللي في شاومي تقدر تشتريها وانت مطمن ان هو أجهزة كويسة جدا في شاومي، وفي السعر اللي انت محتاجه.